اللي كانوا توجوا في البطوله كاحسن لاعب من اكاديميه محمد السادس. كره مشات من الجهه اليسرى، الياس اوزال في منطقه الجزاء، تحضير الكره بشكل ممتاز يمكن والهدف الاول في المباراه لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هدف جميل، جودة الاستقبال والتفاعل مع هدف يمنح التفوق لفريق الأكاديمية. أول ظهور، أول هدف، آدم الجوت هو من سجل هذا الهدف. آدم الجوت الذي يصبر يتطور ويتمكن من تسجيل هذا الهدف بجودة عالية. سي طارق خزري ونحن نتابع إعادة هذا الهدف الجميل. بطبيعة الحال تلاحظوا ما فيها ولا شيء، يعني ما كاينش تسلل، حتى موضوع ممتاز للاعب الجوت. كنشوفوا كيفاش التمريره والتهيئ كان بالراس من سعد لطفي. نعم. الجوت اللي في كلسي هو لاعب ديال المنتخب الوطني اقل من 17 سنه، اللي لعب كاس افريقيا ولعب كذلك كاس العالم، هو يعني ابن مدينه الدار البيضاء، وهو من المهاجمين ان شاء الله اللي كنتمناو لهم وكننتظروهم ان في السنوات القليله ان يكون في المنتخب الوطني الاول ان شاء الله. اكيد رهان على اللاعب من قيمه الجوت اليوم اللي كيصنع